هو المستحق لفريق الرجاء الرياضي، والتصريح ديال زين باور اللي قال بانه الان لقى واحد التوليفه اللي هي مهمه بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي اللي غادي يعتمد عليها مستقبلا. القراءه ديالك السنوي ونتفاعل معك. لا، بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي مصطفى، شوف انا كاين يعني القولة الشهيرة: من جد وجد ومن زرع حصاد. المكتب الحالي لما كانوا كيقدموا المشروع ديالهم للجماهير الرجاوية داروا ميثاق مع الجمهور وعطاو وعود، قالوا بأن غنهزوا المنع، غنديروا انتدابات تليق بقيمة الفريق. واليوم الإنسان الجاحد هو اللي غينكر أن هذا المكتب وفر ظروف الاشتغال الطاقم التقني. ونمشي معك انا ابعد تقبيله انه يعني مدربين اخرين اللي مروا في الرجاء الرياضي لقاو نفس الظروف سنوات سابقه كانت ستكون حصيله الرجاء افضل. حنا عشنا في السنوات الاخيره كدور كتلقى البونتوج ديال الرجاء ما فيهش شيء، لعابه اللي يدخلوا ويعطيوك الاضافه. اليوم ولا واحد التنافسيه ما شاء الله ما بين اللاعبين والقائمه كبيره. راه الا مشيتي ها دابا الدفاع كنهضروا على قلب الدفاع، راه عندك هافي في بونتوش بالتجربه ديالو، الجهه اليسرى هاب العمري هاسبو، الجهه اليمنى ها بدوي ها بولكسوت، وسط الميدان تخمه، بوغرين، مبارك، كامارا، اهولو، زريده، مكعازي، الوردي، اسمحوا لي نسينا شي حاجه ما شاء الله، الجبهه الاماميه زرهوني، بوزوق، نفاتي، الحسين، موهوب الله يشافيه. متى توفرت هذه القائمه لمدربين في المدربين اللي مروا في السنوات الاخيره على الرجاء؟ كان كيتصاب لعاب اريال كوش ولا اريال دروا كيوقفوا ما كيلقاوش يبدلوا، كان كيتصاب قلب الدفاع ما كيلقاوش باش يبدلوا، وجاو لاعبين لان ميركاتو الرجاء ميركاتو محترم جدا، محترم جدا. يعني الناس اللي داروا ميركاتو بعقلوا الى جانب فريق النهضه البركانيه. لما كدير هذه الخدمه كتجي خدمه المدرب، هما تعاقدوا مع مدرب الطاقم ديالو ما تدخلوا ليه في حتى شي حاجه، اللي قال لهم بغا كيجيبوها ليه، هو اللي اختار الطاقم ديالو، هو اللي اختار المساعد، ما فرضوا عليه حتى حاجه. هما اللي شرطوا هو ان العمل يكون احترافي، وهو كيشتغل باحترافيه. جوزيف زيمباور جا في النهايه ديال الموسم، شاهد لاعبين، تبع مقابلات، شارك في بطوله عربيه، بدا كيجرب. راه في الاول والناس كيهضروا لا علاش جربتي هذا، علاش درتي كذا، ولكن راه اي مدرب مصطفى كيجي كيشوف ليفيكتيف اللي عنده وكيحاول يطبق الفلسفه الكرويه اللي كتناسب هذاك ليفيكتيف اللي عنده، وهو غادي وكيجرب. السيد راه الماني، واش عايش معنا في المغرب، كيعرف لعاب ما كيعرفش، هو عاد كيكتشفهم. انا داك غادي يوكل الامانه، بان بان السيد يعني داير خدمه كبيره، لا في البطوله العربيه بالاهداف اللي سجل، كيفاش كيهجموا، كيفاش كيوصلوا للمعترك ديال المنافسين. جا البدايه الدوري الاحترافي اللي لقات كلهم اللي دار صنع محاولات، كيضغط على المنافسين، كتبان لك هذيك اللمسه الواحده ما كانت ميمكنش تفرج الرجاء مقابله ما تلقاهمش كيوصلوا للكاري 3 4 المرات. اذن هنا عمل يحسب له، حتى اللاعبين كيتقاتلوا، كاين اجواء اللي رائعه داخل المكونات ديال فريق الرجاء الرياضي. اللاعبين كيامنوا بان الهدف الا ما جاش في الاول غيجي في التالي، كيصنعوا محاولات ومحاولات. اليوم ما على الانصار وعلى الفعاليات الا 3 في حول الفرقه يدعموا الطاقم التقني، هو كيعرف وعنده ما شاء الله ستاف معاه، ها محلل الاداء، ها مساعد محلل الاداء، راهم كيرصدوا كل صغيره وكبيره داخل فريق الرجاء الرياضي. لك كلمه مصطفى. وسي حسناوي، شوف، المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي دار انتدابات اللي هي على المقاس، انتدابات اللي ما كانش فيها العشوائيه، انتدابات اللي كانت معقوله بتشاور كذلك مع اللجنه التقنيه اللي كان كيشتغل معها المكتب المسير. المدرب الان حسناوي ابتداء نقدر نقولوا من المباراه ديال اليوم امس مابقاش عنده عذر، ما عندوش عذر، عنده جميع الوسائل حسناوي باش يقدم
ماشي اداء، نتائج لفريق الرجاء. الاداء حسناوي ما نتكلموش عليه، حنا نتكلموا على النتائج، لان فريق الرجاء الرياضي كما قلت قليل حسناوي اللي تشوفوا بعد تشوفوا ما غائب على المنافسات القاريه. نتكلم على اللاعبين كلهم، اللاعبين ما شاء الله. كاين اللاعبين هاد المنافسه بين اللاعبين، كاين بعض اللاعبين اللي مهدده الاماكن ديالهم حسناوي، منهم زريده ومنهم الوردي، باش نكونوا واقعيين حسناوي. كاين بعض اللاعبين الان اصبح المكان ديالهم مهدد، لان الان شفنا فريق الرجاء الرياضي حسناوي كيفاش دار البارح، شفنا النفاتي كيفاش كان شفنا كيفاش سبول ما شاء الله كيفاش كان، شفنا الزرهوني تا هو المستوى ديالو الكبير، شفنا بوغرين كذلك المستوى ديالو كبير. اذا كاين بعض اللاعبين حسناوي اللي بكل صراحه خصهم يجتهدوا، لان الان شفنا رجاء اخرى، ومع ذلك نقدروا نقولوا يعني علاش كنقول لك حنا شفنا رجاء اخرى، لا يقول لك ودي انت ربما علاش دابا، ولكن احسن بدينا كنشوفوا هذاك الاداء ديال اللمسه الواحده. كاين واحد الكره اللي كدور حسناوي، كنشوف هاد اللاعبين الجداد الكره كدور، ولينا شفنا حتى المامونور دو جو ديال السنفاتي، شفنا ما شاء الله. كان بعد انا نقول لكم يا اخوان والله لا ابهرني اللاعب سبول بالسرعه ديالو، احسن. لا انا بالنسبه لي كاين اللي كيشوف النفاتي، وانا كان بالنسبه لي كان احسن ميور جوار دي ماتش ديال البارح. انا الرجاء الرياضي حسناوي المدرب نقولها مره اخرى، فالمكتب المسير لفريق الرجاء اللي جاب لي اللاعبين صحيح كاين مشكل على مستوى ديال راس حربه، ودراس حربه حسن مشكل راه كاين ماشي غير الرجاء، ما كاينش عندنا الوداد، ما كاينش عندنا، كاين عند جميع الفرق العالميه اللي بعض المرات كنلقاو صعوبه. ولا بغينا راس حربه في مستوى خصنا نخرجوا الفلوس، خصنا نجيب واحد القدر مالي اللي هو يكون كبير. انا الرجاء يوم امس انا بالنسبه لي اقنعت، فازت، ولكن كما قلت المدرب ما خصوش نشوفوا عاوتاني شي مباريات اخرى، تشوف واحد تشكيله اخرى نزلات اللي هي ربما فيها تغيير، واحد تغيير ديال 4 ولا 5 ديال اللاعبين، وتشوف عاوتاني عدم التوازن ديال فريق الرجاء. هنا غيكون اشكال. الان المشكل ما غاديش يكون اشكال ديال اللاعبين، واشكال ديال المدرب حسناوي، لان المدرب عنده الان حسناوي ربما حيت الرجاء الرياضي حسناوي مابقاش ما عندوش واحد المنافسات هي عديده اللي يلعب عليها، عنده جوج منافسات اللي خصو يركز عليهم. عنده بالاولويه على كنظن البطوله اللي كتخليه ينافس، كذلك على البطوله اللي كتخليه باش يرجع للمركز الاول او المركز الثاني، يخليه يرجع لعصبه ابطال افريقيا او الكاف ولا شي حاجه يرجع وعنده كاس العرش. اذا المدرب حسناوي المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي مشكور، فانه ما عندش شي واحد حسناوي يقدر ربما يلومه في شي حاجه. راه حتى المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي وفر جميع الظروف، الطاقم التقني، المدرب، اللاعبين، وكنظن بودريقه حسناوي فوق الاستفاده. لا ما كان اخويا واحد كنرطب مع الرجاء، لا كنقول الحق اخي، انا الرجاء كتعطيني والو باش نقول لك واحد القضيه نديرها من بالك، ولكن كنهضر في الحق. لا غنهضروا في الحق، نهضروا في الحق. بودريقه استفاد حسناوي من الاخطاء ديال الماضي، اصبح واحد السيد اللي هو تريساج، ولا كيامن بالعمل ديال المجموعه وكيشتغلوا مع ناس وعنده ناس كيتشاور معهم. باش خويا تقول لي انت كترطاب ولا ماشي كنرطاب، انا كنقول الحق اخويا. انا راه شي واحد انا اللي كيعطيني شي واحد شريال، ولا شي واحد كيهضر معايا في التليفون من بعد، ولا كنتملق لشي واحد، ولا كنلحس الكابا شي واحد يجي يفضحني قدام هاد الناس، انا راه كنسالي البرنامج ديالي وكنزيد كنمشي. اذا انا بالنسبه لي كنقولوا الحق، راه ماشي حنا كنرميو الورد على التفريق. راه اللي فريق الرجاء ملي كتكون هذاك النهار، ما هذاك النهار ملي كانت الرجاء كانت ضعيفه وقلنا شفنا هذا المستوى كارثي، ما كما جيتي قلتي كترطب مع الرجاء. يا اخويا اش نقول لك، الله يهديك، راه نقول لك ربما نبلوكيك انت بعدا، راك شتك بعض المرات كتزنزل ليا شحال هادي كتدخل وتخرج تدخل وتخرج، ولكن غنبالي بيك ما كاينش مشكل. تفضل حسناوي. لا هو شوف بالنسبه اخي مصطفى الفريق الرجاء الرياضي، انت كتقول ما نحكموش على الفرقه من ماتش واحد. انا كنقول لك الرجاء منذ بدايه الموسم كانت مزيانه، وما كان عندها حتى شي اشكال في الكره ديالها، كانوا كيوصلوا كيهجموا كيمشيو، وكنت هنا في حلقات ومازالين موقفين من زنبور لم يتغيروا من الرجاء. حتى في الجيش الشمالي اللي كان لغط نقول لهم السيد لعب 10 مع فريق وقف وجار المقابله ودار تغييرات اللي يعني باش يحافظ على النتيجه، وجا هدف في اللحظات الاخيره الجيش الملكي اللي كان فيه زيد كيتحمل شويه ديال المسؤوليه ديالو. زيمبور بالنسبه لي كيقدم كره رائعه مع الرجاء،
ماشي زعما حتى البارح، ابار البارح الرجاء كتوصل ما عندهاش مشكل في الوصول للمعترك ديال المنافسين. والمدرب بالنسبه ليا مهمته اخويا مصطفى انت كتسالي اما يعني يساعدك باش كتبني دوك المترابطات وكتنقل الكره من الدفاع للوسط للهجوم وكتمشي تدخل. هذا المهمه كبيره ديالو كيشتغل عليها. ولكن هذا الشيء حسنا ما وعنده كانش هذا الشيء دابا اللي شفناه البارح، وربما البارح وربما المباراه اللي قبل في الشوط الثاني. ولكن هذا الشيء السي حسناوي راه ما كانش قبل. راه مصطفى المنافس راه كيف على هكا مع برشيد كاين راه ثلاثه باش انتصروا مع برشيد، راه الماتش كامل الرجاء مسيطره. مع الجيش الملكي الجوله الاولى اللي كانت العدد ديال اللاعبين مقاد، شوف شحال من فرصه صنع فريق الرجاء الرياضي وكيفاش كانوا كيوصلوا بهذيك السرعه. اما المغرب فاسي الجوله الثانيه شوف كيفاش الفريق ضغط وكيفاش خلق مجموعه من المحاولات. اذا راه الفرقه كتوصل وغادي مزيان وكيخدم وكيشتغل. الاول اللاعبين، ثانيا هذه المساله مصطفى انا وجهه النظر ديالي نتبعوا اللعابه، هذاك زيدي ما مزيانش، داك وردي ما مزيان، الرجاء محتاج جميع اللاعبين ديالها. الرجاء اللاعبين كيشتغلوا شوف راه مزيان. شوف حنا ملي كنقولوا بعض اللاعبين المهددين راه حقيقه الحسناوي راه واقع. لا ماشي على مهددين، انا كنهضر مصطفى على حملات ساركازم اللي كتظهر على بعض اللاعبين. لا واش شوف اللاعبين مصطفى، شوف الاسره كاينه اسره رجاويه، لاعبين كل رجاء محتاج جميع اللاعبين ديالها، جميع اللاعبين ديالها محتاجه ليهم. اذا هذيك المساله ديال نقبطوا واحد اللعاب وندقدقوا فيه ونمشيو للجوج ندقدقوا فيه، راه اللعابه كتخرج عليهم. مدرب راه عارف شنو كيدير وعنده لاعبين ديالو. اشنو قلنا مصطفى اللي عقلتي في مقابله الماس؟ قلنا راه اللعابه اللي دخلوا بونتوش وعطاو مؤشرات ايجابيه راه لافات ربح نقاط كثيره، دخلوا يلعبوا رسمي كونتر توارقه. حتى مبارك دار ماتش دقائق رائعه كونتر الماس اللي ندخل، ولكن عنده اهول في نفس البوست ديالو، ما كاينش لعابه ديال الارتكاز. خاص اللي ينهي الهجمه، هذا خاصو اللي ينهي الهجمه، هذا اشكال. ولكن الاشكال حسنا خاص يعني شنو دار منافسه شرسه جدا ما بينه وما بين اهولو، وهذا الشيء مزيان غيخدم المجموعه. بوزو شتي لما دخل مصطفى دخل بواحد الروح ايجابيه ودخل بواحد الكرينطا وواحد القتاليه ومشى عطى الاضافه. يعني كيبان لك مصطفى ان حتى المدرب ضابط حتى ليفيكتيف ديالو، حتى البونتوش كتشوف اللعابه جالسين وكلهم ناشطين. ما كاينش زعما كتحس بشي لعاب ما عجبوش الحال انه يكون في البونتوش ومقلق. لا، الوقت اللي نادى على بوزوق نادى عليه جا كيجري دخل عطى الاضافه مشى تقاتل مع الدراري. شوف السي حسناوي اش كيف شوف مدرب هضر مصطفى على واحد القضيه ديال التموقع ديال اللاعبين. على اللاعب كيهضروا على اللاعب العراقي ايمن حسين، راه شوف راه اللي عنده. شوف بوزوق ما كيلعبش مهاجم صريح، ولكن شوف التموقع ديالو في ديك الكره كيفاش مشى هو دار لابيل دبر في واحد البلاصه وقرا التمرير ديال نوفل ديال الزرهوني. راه نفس الكرات في الشوط الاول هز فيهم النفاتي وهز الزرهوني وهز هذا وما لقاوش اللعاب اللي تموقع في هذاك المكان ديالو. هنا ما ننساش كنهضر على زرهوني اللي منذ بدايه البطوله انا هضرت عليه ونعاودها، ما شاء الله باداء استقرار، الا ما قلتش واحد النسق تصاعدي. رد بدنيا ولا مزيان كيفتك الكره وكيهضر. اذن هذا اللي كاين اخويا مصطفى. الا عندك شي اضافه شوف حسنا واش نقول بعد الاخوان الله يهديهم. واش نقول لك انا بالنسبه لي الرجاء الرياضي حسناوي فواحد النسق اللي هو تصاعدي مزيان. خص هادشي يكمل وغادي اللي خصو يبرهنوا علينا اللي غيبرهن هادشي المباريات المقبله، وخصنا الرجاء الرياضي عندما تكون خارج الميدان وهذه حسنا خص يعني نشوفوا القوه ديال فريق الرجاء الرياضي والمنافسه بين اللاعبين، فهذا الشيء اللي هو ايجابي وصحي. والمدرب حسنا كنظن ديال الرجاء راه ما يظلم حتى لاعب، ربما اللاعب اللي غادي يستحق باش يلعب رسميا يلعب، واللي ما لعبش حتى اللي ما لعبش
راه ما كاينش مشكل، لان غادي يجي الوقت الدور ديالو وغادي يلعب، لان هذا ليفيكتيف ديال 11 دائما ما كيدورش دائما كل عام، ما نقدروش نلعبوا به جميع، حيت كاين دي بليسي، كاين دي سيسبونسيون، كاين توقف ديال بعض اللاعبين، توقيف ديال بعض اللاعبين، كاين اللي عنده الحمراء، كاين اللي عنده ان بليسير، ولكن غادي يجي الوقت ديالهم باش يلعبوا. انا كنظن حسناوي الرجاء الرياضي المدرب الان، انا بالنسبه ليا نتمنى واستحسن نتمنى ليه خير في رفقة فريق الرجاء الرياضي. اللي مهم هو يكون عندك ليفيكتيف وتكون عندك المجموعه، والمؤكد ان اللاعب اللي ما لقاش الذات ديالو، اللي يعني اللي ما تعطاتش ليه فرصه الان، راه مازال البطوله طويله، وتعاود تعطي ليه كذلك الفرصه ديالو، سواء في الدفاع سواء في الوسط كيف الهجوم. ولكن يتضح ان العمود الفقري ديال التشكيل ديال فريق الرجاء الرياضي ديال مصطفى بان بواحد الشكل اللي هو كبير، يعني ما كيبدلش فيه يعني زين باور. الرباعي ديال الدفاع الا للضروره مع حارس المرمى، اما عنده واضح الخمسه اللي كيلعبوا. اللاعبين في وسط الميدان دار تعديل، حافظ على اللاعب، حافظ على جوج اللي هما زريده عفوا مكعازي واهولو، وسحب اللاعب زكريا الوردي وعطى الفرصه لبوغرين باش ياخذ الرسميه ديالو. على مستوى الخط الامامي نوفل الزرهوني وادم نفاتي اعتقد رسميتهم يعني خداوها يعني وعضوا عليها بالنواجذ. هل سيضيف اللاعب بوزوق؟ لان يمكن مصطفى تعاود تشوف بوزوق في واحد الجهه وادم نفاتي في واحد الجهه، ويلعب الزرهوني ذاك اللاعب ذاك الدور ديال المهاجم الصريح. هذا كذلك اختيار اللي هو واضح جدا بالنسبه لزيمبول. اللي كاين اخويا مصطفى عندك شي نتمنى واحد الموفق لفريق الرجاء الرياضي. نشير السي حسناوي الا سمحتي.